السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. اقترب نهائي دوري ابطال افريقيا واقترب نهائي الكونفدراليه. الاهلي بيمثل مصر في نهائي دوري الابطال والزمالك بيمثل مصر في نهائي الكونفدراليه. فمن الطبيعي ان الاعلام المصري الاهلاوي والزملكاوي كل واحد يطلع يبص بكراسته على راي الكابتن سيف زاهر ويدعم فرقته ويدعم لعيبته ويشجعهم علشان الفرقتين هيلعبوا بره مصر. لكن اللي مش طبيعي ان الاعلام الزملكاوي يسيب فرقته ويسيب لعيبته ويسيب النهائي اللي هيلعبوه ويركز مع الاهلي ويتكلم على الاهلي ويفتح مواضيع ملهاش علاقه خالص بالاحداث اللي بتدور دلوقتي. فقبل ما نشوف ايه الاحداث اللي بتدور دلوقتي، تعمل لايك وسبسكرايب في القناه. وليه باكد انك تعمل لايك؟ علشان الفيديو يظهر لكل الاهلاويه، وبتعمل اشتراك علشان تشوف الفيديوهات الجديده. لكن قبل ما تعمل كل ده تصلي على النبي ويلا بينا نخش في الموضوع. كابتن عمرو، هل انت ملاحظ ان الاعلام المصري الرياضي وفاضل على مباراة الزمالك 4 ايام، الزمالك مسافر بكره، هل تشعر ان الاعلام الرياضي مدي لنادي الزمالك حوافز ولا الموضوع نايم شويه؟ النوم في العسل. راح الفيلم كده. والله نوم في العسل والله. راح الفيلم. والله نوم في العسل. ما ده مشهد متكرر. ودافع ان انت كل الشواهد وكل الناس ضدك، حتى الاعلام المصري ضدك اللي ما بيتكلمش عنه. الاعلام المصري الرياضي هكمل لك المصطلح ماشي. يبقى الاعلام المصري الرياضي اللي ما حدش حاسس بيكوا ولا بيتكلم عليكوا ولا عارفين انتوا رايحين تلعبوا نهائي، ونهائي زيه زي دوري ابطال افريقيا، وفي الاخر لو حصل نصيب هيتلعب السوبر الافريقي يبقى بين اهلي وزمالك. وهنا الكابتن احمد جمال بيسال الكابتن عبد الله سؤال غريب قوي وبيقول له هو ليه الاعلام المصري الرياضي ما بيدعمش الزمالك؟ كابتن احمد، انا عاوز اقول لك ان انت حضرتك هو الاعلام المصري الرياضي، وكمان انت بالخصوص انت والكابتن عبد الله زملكاويه، والقناه دي معروف ان البرنامج ده زملكاوي، فالمفروض ان انتوا اللي تدعموا الزمالك. انت عاوز قناه الاهلي يعني اللي تعمل لك برنامج ولا مين بالظبط؟ ما تقوليش الاعلام المصري وتسكت، لا قول لي فلان الفلاني ما بيتكلمش عن الزمالك ليه؟ عارف يا كابتن احمد انتوا ما بتتكلموش عن الزمالك ليه؟ علشان انتوا بتتكلموا عن الاهلي اكتر ما بتتكلموا عن الزمالك، ودي مشكلتكم مش مشكلتنا والله. كابتن عبد الله رد عليه رد مضحك قوي وقال لك ايه؟ قال لك ان دوري ابطال افريقيا زيه زي الكونفدراليه، الاثنين بطولتين زي بعض. ازاي يا كابتن؟ ازاي يعني؟ الفيفا نفسها مصنفه دي بطوله اقوى من بطوله، جاي انت عاوز تقنعني ان البطولتين زي بعض عشان ما تحسش بالنقص ان الاهلي بيلعب في بطوله اقوى من البطوله اللي انت بتلعب فيها؟ ان يعني لو ربنا كرمك اخدت بطوله افريقيه زي ما الاهلي خد بطوله افريقيه؟ يا عم سيبك من الاهلي، انت مركز مع الاهلي ليه اصلا؟ انت رايح نهائي، اتكلم بقى عن فرقتك. لا، هو الموضوع هيختلف لما الاهلي يسافر ماتش الترجي. ما انا بكلمك اهو، الموضوع يختلف. هيختلف كل وجزئي. كل وجزئي. هل ده دليل على ان الاعلام الرياضي في مصر بيتعامل مع النادي الاهلي على ان هو النادي اللي شعبيته لا تقارن بشعبيه نادي الزمالك؟ معلش سيبني اسالك اسئله. انا مش بص، اي راجل اهلاوي محترم وفاهم هيعرف ان شعبيه نادي الزمالك يعني كبيره جدا جوه مصر وخارج مصر وفي الوطن العربي. امال ايه تحليلك ان الاعلام الرياضي في مصر يتعامل مع نادي الزمالك وكانه يعني تعامل من الدرجه الثانيه مقارنه بالنادي الاهلي؟ عشان احنا قلنا الاعلام في مصر هو الاعلام الاهلاوي فقط لا غير، وان اللي بيديروا الاستديوهات التحليليه في البرامج 99 و9.5 من 10 او 9.8 من 10 اهلاويه. ولا اعلام الزمالك ضعيف؟ لا مش ضعيف، مش ضعيف. حط لي في كل قناه محايده تخص الرياضه، حط يا سيدي فيها اعلامي اهلاوي اعلامي زملكاوي، هتلاقي الامور ماشيه 50-50. انما ما تحطليش بنسبه 90% اهلاويه و10% زملكاويه، هتلاقي الموضوع فارق كبير جدا. وما تقوليش اصل انت شعبيتي انا اكبر، لا، انت لو قست هتلاقي الشعبيه واحده. بالعكس، ولو الكلام ده مش عاجب ناس، لا، الكلام ده على ارض الواقع شعبيه نادي الزمالك في الوطن العربي تفوق شعبيه نادي الاهلي. شعبيه نادي الزمالك ماشي، ده قياس ثاني. يعني فيديو مضحك وكوميدي بكل الطرق، فيديو لا بيصدقه عقل ولا منطق ولا اي حد. في البدايه احمد جمال ساله وقال له تفسر بايه يا كابتن ان الاعلام اكتره اهلاويه؟ تفسرها ازاي؟ هل تفسرها ان الاهلي جماهيريته اكتر من الزمالك؟ طبعا هنا هو سال ورد على نفسه، خلاص مش محتاج يسمع الكابتن اصلا. لكن الكابتن حب يدلي برايه وقال لك بقى الاتي، اسمع بقى. اي راجل اهلاوي محترم، انا ما اعرفش ايه علاقه الاحترام بالاهلاوي بس ما علينا، يعني اي راجل اهلاوي محترم عارف ان جماهير الزمالك كتيره جدا، وعارف ان الجمهورين متساويين ببعض. حلو قوي لحد هنا، لحد دلوقتي كلامك ممكن اعقله او ممكن اسمعه، تمام؟ قال لك بقى ايه اللي مش مقتنع بالكلام ده
اللي مش مقتنع بالكلام ده يعمل ايه بقى يا كابتن؟ الكلام بقى اللي على ارض الواقع ان جماهير الزمالك اكتر بكتير من جماهير الاهلي، ومش في مصر بس، لا ده في الوطن العربي كله. كابتني انت لسه قايل لي ان الجمهورين متساويين، واي حد محترم هيعرف ان الجمهورين متساويين وجمهور الزمالك كتير. يعني اول ما رفضت فكرتك او مش مصدقها ومش مقتنع بيها تقول لي عنك ما فهمت. انا بقول لك بقى ان جمهور الزمالك اكتر. يعني ايه؟ والله بجد يعني انت ما عرفتش تقنعني فقمت بقى شاتمني مثلا؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا كابتن عبد الله؟ انت راجل يعني المفروض تبقى مفوه، وراجل المفروض توصل المعلومه بسهوله. انت بتقول الكلام وعكسه، دي مصيبه. وبعدين ثواني نجيب لك منين في كل قناه واحد اهلاوي واحد زملكاوي؟ وبعدين زملكاوي انت بتشوفش الاراء اللي انتوا بتقولوها؟ والله انا لو رئيس قناه ما رضاش اجيب ناس زيكم تسر لي الجدل وتعمل لي بلبله وتخلي الناس تضحك علينا. هات لي ناقد زملكاوي كده يكون محترم كده وبيقول رايه بحياديه وبيقول رايه وبيقول الحقيقه. نادرا. وعلى فكره اللي بيقول كده ما بتطلعوش على التلفزيون ولا بيشوف النادي ولا بيبقى له عضويه في النادي حتى. خد بقى دليل على كلامي ده، كابتن حسن شحاته كبير الزملكاويه والاب المفروض ان هو يقول الاب الروحي للزمالك، مش موجود في القناه ولا موجود في النادي ولا موجود في اي حاجه، وما بتقدروش تجيبوا سيرته اصلا. ها بتجيبوا مين بقى؟ عفت نصار، حضرتك، كابتن خالد الغندور، كابتن عمرو الدرديري، الناس الجميله دي، الناس اللي هي لها اشتراكات في النادي ومتظبطه عشان تقول الكلمتين. سيبك بقى من الكابتن عبد الله وتروح لزملكاوي كبير شويه وهو كابتن خالد الغندور. كابتن خالد الغندور شايف الاهلي داخل على نهائي دوري ابطال افريقيا والزمالك رايح يلعب في الكونفدراليه والدنيا مولعه، وعاوزين بقى نتكلم في ايجابيات، وهو بيتكلم عن ايه؟ عن ماتشات الدوري والمؤجلات وماتش الاسماعيلي، والاهلي ليه ما بيروحش يلعب في الاسماعيلي، وليه الاهلي بيهتم بدوري ابطال افريقيا وبيسيب البطولات المحليه. كابتن خالد انا في ايه وانت في ايه؟ تعالوا بس نسمع كده، ما استعجل. تعال اسمع معايا وبعدين نرد. اتفضل. هو مش احنا بدايه ما قال لك في بعض الاحيان، مش مره الزمالك كان عايز يلعب في البطوله العربيه مع البطوله الافريقيه، قالوا له لا يا حبيبي ما تشتركش في بطولتين في سنه واحده، ولا انا غلطان؟ صح. هو ده كان قرار من مجلس اداره اتحاد الكوره على فكره. طب النهارده دلوقتي ده من ايام سمير زاهر. النهارده اشترك في السوبر ليج واشترك في دوري الابطال وفي نفس الوقت كاس العالم للانديه، وكان عندنا كاس النخبه بس انسحب فقط من كاس الرابطه. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. وقال النادي الاهلي ان انا ما عنديش وقت في كاس الرابطه. طب هو انا ليه بحترم القاره السمراء وبطولاتها وما بحترمش الدوري بتاعي او اي مسابقه خاصه برابطه الانديه؟ انسحاب الزمالك والاهلي من رابطه الانديه ده احترام للمسابقه ولا تقليل منها؟ طب حضرتك يعني هي الانديه بتعتبرها مش رسميه. طب والسوبر ليج اشمعنى السوبر ليج؟ والسوبر ليج اللي لا علشان السوبر ليج علشان في جوائز ماليه كبيره. طيب انا قعدت شهر ما العبش. انا قعدت شهر ما العبش في الدوري. طب مش ده الدوري بتاعنا كده برضه؟ هو انا ليه بحترم، يعني ليه بخاف من القاره السمراء؟ ليه بحترم افريقيا؟ ليه بحترم وما بحترمش الدوري بتاعي؟ ليه انا بتشطر على الناس عندي؟ ليه انا بعرف اجل 20 ماتش و30 ماتش؟ ليه انا ما بعرفش اجل في افريقيا؟ لما بيقول لي يوم كذا غصب عني يوم كذا. كابتن خالد الغندور طالع قبل نهائي افريقيا، وانا بشدد برضو على الكلمه دي وهفضل اكرر فيها لانه مش وقته خالص. طالع مع الكابتن اسلام وبيقول لك ليه النادي الاهلي ما بيحترمش البطولات المحليه وما بيحترمش الدوري المصري وما بيحترمش كاس الرابطه او كاس السوبر اللي انسحب منه زي ما بيحترم دوري ابطال افريقيا او السوبر ليج البطوله اللي معموله جديده. فللاسف الكابتن اسلام زملكاوي فمش هيرد عليه رد منطقي او هيرد باسم الاهلي. عشان ارد عليك يا كابتن خالد الغندور في النقطه دي، الاهلي بيلعب على كل البطولات، فمن الطبيعي ان في جدول محطوط وفي ناس شغاله في الاهلي ان هي تنظم الاوقات وتنظم المباريات، دي شغلانتها. فلما يجي يبقى في ضغط على اللعيبه زياده عن اللازم والمتوقع ان اللعيبه ما تقدرش تأدي وما تقدرش تكمل على الريتم ده، لازم تنسحب من بطوله او اتنين عشان تقدر تفوز بالموسم ببطوله او بطولتين او ثلاثه. لكن لو ضغطت نفسك في اكتر من 5-6 بطولات صعب قوي تحقق 3 منهم. عشان الاهلي يركز في البطولات لازم يبقى في اولويات، دوري ابطال افريقيا وبعدين السوبر ليج وبعدين الدوري المصري. المفروض ان دول ال3 بطولات الاهم عند الاهلي. فطبعا من حق الاهلي ينسحب من البطولات الاقل، ودي حاجه على ما اظن ما تبوظش الكره المصريه ولا تبوظ سمعه الكره المصريه ولا هتعود بالضرر على اي حد، بالعكس ده الاهلي بيدي فرصه لغيره يكسب بطوله. اما بالنسبه للسؤال بتاع ليه الاهلي بيحترم الكاف والبطولات الافريقيه وما بيديش اهميه للدوري، طبعا الاهلي بيدي كل حاجه ان الكاف حاطط عقوبات على اي نادي ينسحب او ما يلعبش بدون سبب، غرامات تقيله جدا انه ممكن يتوقف موسمين كاملين من اللعب في دوري الابطال حتى لو خد الدوري، ده غير الغرامات الماليه. فالاهلي اولا مستفاد جدا من البطولات اللي بياخدها والماديات اللي بياخدها علشان يقدر يجيب لعيبه كويسه ويفرح جمهوره ويبقى نادي ناجح زي ما انت شايف، وزعلان طبعا وفي نفس الوقت مش عاوز يتعاقب.
وممكن ما يكونش. هو ليه انا في ماتشات ساعات كان ماتشات كاس الامم وكاس العالم للانديه والاهلي اتحرم من لعيبته، فاكر؟ ايوه. وغصب عن اي حد الاهلي راح لعب بدون لعيبته. النهارده المنتخب ما عرفش يحددوا لنا الفيفا دي. ليه الزمالك لعب غصب عنه مع تشاد في وقت كان المنتخب متجمع وعنده ماتش في الفيفا دي، فاكر؟ هنا الكابتن خالد للاسف عشان يثبت صحه كلامه حب يستشهد بمثال، فالمثال ده كان ايه؟ بيقول لك الاهلي ليه ما بيوقفش ضد الاتحاد الافريقي ويقول لهم لا انا مش هلعب من غير لعيبتي اللي بتلعب في منتخب مصر. كابتن خالد مفيش نادي في الدنيا يمنع لعيبته من تمثيل منتخب بلادها وخصوصا في البطولات الرسميه. فالمثال اللي انت جايبه شاهد على ضعف كلامك ومش حجه خالص على الكلام اللي انت بتقوله. فبعد كده يا ريت تستنتج بحاجات لها علاقه ببعضها. ده نادي وده منتخب، فمفيش مقارنه. انا عايز اقول لك ان في اتجاه داخل النادي الاهلي ان ما يلعبش كاس مصر من غير الدوليين. يا باشا هو بص يا جماعه، احنا بنقدر على الاتحاد المصري وبنقدر نأكد. خلي بالك حسام حسن برضو ده يعني اقتراحه ان الكاس يتلعب من غير الدوليين. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. هو حسام عبد المجيد ده لعيب مهم في الزمالك؟ طبعا. طيب حسام عبد المجيد ده مش رايح اولمبياد؟ رايح اولمبياد. طب الزمالك من حقه يلعب من غيره ولا ممكن يقول لا؟ على حسب ما هيتفقوا بقى. يعني الزمالك من حقه ايه؟ من حقه انه ما يديش لعيبته. فين في الاولمبياد؟ طبعا. لوائحيا انا بسالك. لا لائحيا انت بتتكلم. اوكي ماشي. مصطفى صح ولا لا؟ صح. وهو يعني هو هداف المنتخب. النهارده حسام عبد المجيد لو الزمالك محتاجه لا هيوديه. عارف هيوديه ليه؟ لان مصر اهم من الزمالك. مصر اهم من الزمالك اكيد. النهارده كابتن خالد حب يستشهد بمثال للمره الثانيه وحب يوقع نفسه في نفس الغلطه مره ثانيه، وقال لك حسام عبد المجيد اهم لاعب عندنا في الزمالك، ومع ذلك من حق الزمالك ان هو ما يوديش حسام عبد المجيد المنتخب يلعب اولمبياد لان الزمالك محتاجه. وبعدين رجع في نفس اللقطه عشان يبرر اللي هو قاله وما تكونش ادفانتج ان الزمالك فعلا هيعمل كده، وقال لك الزمالك مش اهم من منتخب مصر، منتخب مصر اهم من الزمالك. وده طبعا كله ترميه على النادي الاهلي علشان النادي الاهلي قال انا مش هلعب الكاس من غير الدوليين. فخالد الغندور حب يرد على النادي الاهلي بس بكلامه على نادي الزمالك، يشكر في الزمالك عشان يشكك في الاهلي ويشكك في وطنيه الاهلي. خدت بالك من الرسمه اللي هو بيرسمها؟ عشان ده لوائحيا، لكن احنا بنمشيها هنا بالحب. كابتن خالد انت محتاج حلقه كابتن خالد. يا باشا احنا بص زي ما احنا بنقدر على بعض، احنا بنقدر على بعض، نخلص على بعض ونأجل لبعض ويعني احنا يعني ايه دوري؟ دوري يعني تنافس، دوري يعني ماتشات في نفس التوقيت، دوري يعني يعني تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. النهارده معلش يا كابتن اسلام، النهارده الاهلي او الزمالك ممكن يكسبوا اي فرقه في اي ارض، صح ولا لا؟ مظبوط. لكن انت مثلا لو خليت الزمالك يلعب مع سيمبا الماتشين في مصر او الاهلي يلعب باليانج افريكانز الماتشين في مصر، ما هو الاهلي ممكن يكسب بيانج افريكانز في يانج افريكانز وكسب سيمبا في سيمبا، صح ولا لا؟ تمام. لكن النهارده ما تيجي تقول لي احنا رجعنا الساعه الكامله للماتشات، صح ولا لا؟ في افريقيا لا في افريقيا وفي الدوري خلاص. طيب النهارده اما الاهلي مش هيروح يلعب في الاسماعيليه، طب ما انا كزمالك او كبيراميدز او كحاجه هروح العب في الاسماعيليه ضد 20,000 اسماعيلاوي. اوكي. طب النهارده الاسماعيلي لو ما جاش يلعب في استاد القاهره، طب ما النهارده الاهلي برضو مستاء لانه الاسماعيلي ما بيلعبش في الاستاد القاهره ضد 30,000. بس الفرق بقى ما بين الاسماعيلي والاهلي والزمالك ان الاهلي والزمالك عندهم جماهير في كل مصر. يعني في كل مصر عندهم جماهير. ايوه بس ده وضع طبيعي برضه يا كابتن خالد. ايوه لكن انا عندي محافظه بتبقى الاجواء صعبه، الجماهير التواجد الجماهيري ب 20,000 بيشجعوا نادي ضدي صعبه، الاجواء بتبقى مختلفه، ده بيخلق نوع من التنافس. النهارده السنه اللي ساعات كنا بناخد الدوري كان يقول لك الاهلي عنده ماتش صعب، عنده المحله في المحله، احنا عندنا دمنهور في دمنهور، ماتشات صعبه.
احنا عندنا الماتش اللي جاي اسهل في استاد القاهره، كنا بنحسبها كده. عندنا المنصوره في المنصوره. فكان في مبدا تكافؤ فرص تقصد يعني. ايوه، انت لازم تخلق ده. الحرق دمي ان الكابتن خالد غندور بيقول الكلام ده ممكن بقاله مثلا 5 سنين، يعني بقاله 5 سنين بيكرر الجمله دي، ولا بتفيد ولا بتضر، وردنا عليه مليون مره فيها ومع ذلك مفيش فايده. وساعات يقولها في اوقات ملهاش لازمه. يعني انت يا كابتن خالد جاي قبل نهائي دوري ابطال افريقيا تقول لي خلي الاهلي يروح لك في الاسماعيليه؟ يا عم قرفتنا بقى بموضوع الاسماعيليه ده. هو انت مفكر الاسماعيلي لو رحت له الاسماعيليه هيكسبني؟ بلعب نهائي دوري ابطال افريقيا، بلعب نهائي دوري ابطال افريقيا وبطلع فرق معلش يعني اقوى من الفرق اللي في مصر دي 100 مره. فتيجي تقول لي انت خايف من الاسماعيلي وخايف من جمهور الاسماعيلي 20,000 ولا 30,000 اللي هيبقوا هناك؟ يا عم احترامنا الكامل دعفونا دماغنا اهل الاسماعيليه وجمهور الاسماعيلي ونادي الاسماعيلي، ما عندناش مشكله معاه. لكن انا بكسب في اي مكان، اديك لسه قايل بلعب في افريقيا وبكسب، فخايف اروح العب في الاسماعيليه؟ قلنا مليون مره وردنا على القصه دي 100 مره، وكل الناس ردت عليها وقالت يا جماعه ده موضوع متعلق بالامن، الامن اللي هيحدد عشان في مشاكل حصلت قبل كده. جمهور مصر يفرح، الزمالك يفرح بالفوز بالبطوله، جمهور النادي الاهلي يفرح بالفوز بالبطوله، نتقابل في السوبر الافريقي، الزملكاوي يبقى عايز الزمالك يكسب الاهلي، الاهلاوي عايز الزمالك يكسب الاهلي يكسب. احنا عايزين كره القدم في مصر تروح للافضل، ده اللي احنا بنتمناه. واحنا اعتراضنا عدم انتظام الدوري، مش انا كزملكاوي بتكلم على الاهلي، ما هو الاهلي بيلعب في كاس عالم الانديه ولعب في كاس النخبه ماتشات زياده ولعب في السوبر ليج ولعب ومجهدين وكل حاجه، لكن انا مش هدفي ان انا اقلل من الاهلي وان الماتش الاهلي بيتدلع ولا الزمالك بيتدلع بعديه. في النهايه يا كابتن خالد واضح قوي انك ما بتقللش من الاهلي ولا بتقول ان الاهلي بيتدلع ولا بتقول اي حاجه. انت قلت كل الكلام اللي فات ده وردنا عليك، ومع ذلك حبيت في الاخر تختمها بحسن الختام وتقول الحاجه وعكسها. بتطالب الاهلي انه يلعب كل البطولات وما ينسحبش من اي بطوله زي كاس السوبر او اي بطوله محليه، وفي نفس الوقت يلعب جدول الدوري بانتظام ومفيش ماتش يتاجل له، في نفس الوقت يلعب في البطولات القاريه ويحققها عشان احنا كلنا بنحب مصر وكلنا مصريين. شكرا يا كابتن خالد على الايرور اللي انت عملته لنا في دماغنا، لكن كالعاده ردنا عليك بكل وضوح وما هربناش من اي كلمه انت قلتها ولا اي سؤال انت طرحته هربنا منه وردنا عليه بكل ثقه، لان احنا عارفين ان احنا بنعمل صح وماشيين صح، وكفايه قوي لحد هنا. المهم لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب، ولو ما عجبكش اكتب لي رايك تحت في التعليق. اشوفك فيديو جديد، سلام.